الكل. الانتقام لا يؤدي لنتيجة إيجابية، الانتقام لا يبني بلد، الانتقام لا يعيد. بتكلم الكلاب تبعك اللي عم تنتقم من الشعب السوري، كلمون. الانتقام هذا ما انتقام، هذا دفاع عن عروضنا هذا يا كلب، دفاع عن أنفسنا يا كلب، دفاع عن أموالنا يا كلب، هذا مو انتقام. بس كلم الكلاب اللي بالشوارع اللي عم تقتل انتقام. في بداية الأزمة طرح المصالحة الوطنية. طيب المصالحة الوطنية بحاجة لشعور عام لدى المواطنين بأننا اقتربنا من نهاية الأزمة، نقف في مكان واحد غير منقسمين. ولكن النقطة الأهم، من هي الأطراف؟ المصالحة الوطنية تكون بين أطراف، من هي الأطراف؟ ما في مصالحة، ما في مصالحة، ما في مصالحة، وأي طرف بيصالح معك هو خائن عميل، خائن عميل. ما في مصالحات عنا، لأن الدولة تعفي عنا صرامي تنزل عليك وعلى شبيحتك، هذا اللي عنا. هي حالة وطنية وعنا جيش حر اللي قص راسكم بتشريعات وغيرها. فإذا نحن لابد من أن نصل إلى تلك المرحلة، ولكن في التوقيت المناسب. إن شاء الله راح توصل لحبل المشنقة في التوقيت المناسب. إن شاء الله جهز نفسك، بس انتظر الوقت المناسب. الاتجاه مع حسم احسم حسيم، حسيم يا كلب.